السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. وصفه اليوم هي الجرانولا، غنشاركها معكم بطريقه صحيه وسهله بمكونات اللي هي بسيطه وباينه. يعني ما كنكثرش بزاف د المكونات، كندير مكونات اللي باينين وصحيين والمكونات اللي غيبغيو وليداتي، حيت ملي كنكثروا بزاف داك المكونات في الجرانولا ما كتبقاوش تعرفوا شنو كتاكلوا. المهم هذه طريقه سهله هكا، بديل الكونفليكس اولا هكا تعطيهم لهم في الفطور اولا في الكوتي مع شي ياغورت اولا مع الحليب، كيبقى لكم الاختيار. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، ما تنساونيش من تعاليقكم ولايكاتكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنحتاجوها هي الشوفان. عندي انا هنا 4 ديال الشوفان اللي هي 250 غرام. انا اختاريت هادو اللي وريقات شويه صغار، ممكن ديروا حتى دوك الوريقات اللي كيكونوا كومبلي هكا كاملين، كيبقى لكم الاختيار. انا درت هاد الماركه هذه ديال كازينو، كناخذها من مرجان. بالنسبه للكميه انا درت غير شويه، خرجت لي غير قرعه اللي شفتو في الاول الفيديو. الا بغيتو ضاعفوا المقادير. عندي هنا 100 غرام ديال اللوز، انا كنفسخو وكنسلقو ونفسخو وكنخليه ينشف تماما، ولا بغيتو خليوه بالقشور ديالو، كيبقى لكم الاختيار. وعندي هنا 50 غرام ديال الكركاع. عندي هنا واحد الخليط ديال الزريعه البيضاء والزريعه ديال القرعه الحمراء، الزريعه الخضراء هذه تقريبا واحد 60 غرام. هنا واحد 30 غرام ديال الزرارع، عندي زريعه الكتان هذه الصفراء، عندي الشيا، وعندي هذا الجنجلان، معلقه كبيره من كل حاجه. الزبيب اللي غنضيفو حتى الاخر. غادي نحلي انا بالسيغو ديغابل. الا بغيتو ديروا العسل، غير هو ذوبوه شي شويه الا كان قاصح. وبالنسبه للماده الدهنيه انا استعملت هنا زيت الكوكو، كيبقى لكم الاختيار. ممكن ديروا زيت الزيتون عادي، كتجي حتى هي زوينه. هاد الزيت ديال الكوكو نوريكم دابا لومبالاج ديالها. هذه اللي خديتها حتى هي من مرجان. كتعطي واحد المذاق زوين داك الكرانولا ديالكم، فيها مذاق حتى ديال الكوك، يعني كيبقى لكم اختيار. حتى زيت الزيتون مزيانه. عندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. عندي غادي نحتاج قبصه ديال الملحه، واختياري عندي هنا فانيلا اللي هي زعما طبيعيه زوينه، كنضيفها مره الا بغيت. كناخذ دوك الفواكه الجافه كنهرمشهم انا بالموس، كنفضل نهرمشهم بالموس، ما كنبغيش نطحنهم، لان كيبقى داك الهشوار واخا هكاك بحال قلتي كيطحنهم بزاف. يعني انا كنبغي دوك الطروفه كيكونوا باينين في الغرانولا. صافي غير كتهرمشوهم غير واحد شويه بالموس، وكتضيفوهم على الشوفان. كديروا نفس الحاجه للكركاع. بالنسبه للفواكه الجافه الا لاحظتوا زدت غير اللوز والكركاع. علاش؟ لان اللوز والكركاع مهم فيهم فوائد اللي هي كثيره بزاف، وثانيا المذاق ديالهم ماشي مجهد. بحال مثلا الناس اللي كيضيفوا الكاوكاو، راه داك الكاوكاو راه كيغلب على المذاقات الاخرى ديال هاد الكرانولا. يعني بحال مجهد هو بزاف المذاق ديالو. اللي كيبغيه يقدر يزيدو هكا حتى الاخر، هكا يحط لو بول ديالو ويزيد فيه واحد شي شويه. انا ما كنفضلش نهائيا نضيف الكاوكاو في بحال هاد الكرانولا. كاين اللي كيضيف البيستاش حتى هو. انا نقدر نزيد حاجه واحده اخرى، النوا دو بيكون اللي هو داير بحال الكركاع، هذاك حتى هو زوين المذاق ديالو. غير هو ما لقيتوش كلشي ساد مع دابا العواشر الاغلبيه سادين، ما لقيتش عندنا داك السي اللي كناخذ عنده. صافي كتضيفوا غير هاد جوج ديال الفواكه الجافه، وشوفوا وردوا عليا الخبر كيفاش كتجي هاد الكرانولا. صافي غنضيفوا باقي المكونات. عندي هنا الزرارع، غنضيف المهم المكونات الجافه هما الاولين، الزرارع ودوك البذور حتى هما. بالنسبه للجنجلان انا درت داك الزنجلان الابيض، اللي عندكم نتوما الزنجلان العادي ديروه، هو داك هو اللي كان متوفر عندي. صافي كنزيدوا ديك القبصه د الملح والقرفه، كيبقى حسب الذوق. انا درت واحد المعلقه صغيره ما عمراش. صافي كنخلط هاد المكونات الجافه مزيان حتى كيتجانسوا ليا. صافي هنا كنضيف باش غنحلي الكرانولا ديالي سواء بالعسل اولا بالسيغو ديغابل كيف ما درت انا هنا. كيبقى لك الاختيار، غير العسل ذوبوه واحد شي شويه. هنايا زيت الكوكو راه كتكون جامده شي شويه هكا، تذوبوها واحد شويه في حمام مائي اولا في الميكرووند باش كتولي سهله باش تجانس لكم مع الكرانولا. فاخر حاجه ضفتها هي داك الفانيلا اللي كتبقى اختياريه. صافي كنخلط مزيان حتى كنتاكد ان دوك الحبات ديال الشوفان وكل شيء تلبس ليا بداك الزيت. وكنشد واحد اللاطه، كنحاول انني نفردها مزيان. ضروري فرشوا، من الاحسن فرشوا بابي كويسون في اللاطه ديالكم، وحاولوا انكم تفرشوها مزيان.
الفران كيكون مسخن على 150 درجه. ما ديروش عافيه مجهده باش كيتحمروا لكم الفواكه الجافه ويتحمر لكم داكشي مزيان من الداخل، يعني ماشي يتشوط. هذا الزبيب كنوريكم غير الزبيب هذا خليته حتى الاخر، حتى الاخر عاد غادي نضيفو. بالنسبه للمده خدات لي 50 دقيقه، كل مره تنحرك شويه بشويه هكا في الداخل ديال الفران ونعاود نردها. والطاوه حطها وسط من الفران هكا باش نعطيكم بالتدقيق جميع المعلومات هكا باش تكونوا عارفين. بالنسبه للجهد ديال الفران ما يكونش مجهد، كنأكد عليها 150 درجه كافيكم باش داك اللوز ماشي يتشوط ويتحمر من الفوق ومي تبقاو تاكلوا كتحسوا به بحال الكاواتشو. صافي كنضيف ليها داك الزبيب اللي بقى. كاين اللي كيضيف لي بيبي دو شوكولا نواغ، ضيفوها الا بغيتوها، انا ما كتعجبنيش. يعني خليتها درت غير الزبيب بركه. بغيتو تعوضوا الزبيب بالمشماش اولا المهم دوك اي فاكهه مجففه ضيفوها على حسب نتوما اللي بغيتو. كتخليوها حتى كتبرد تماما، عاد كديروها في البول ديال عفوا في القرعه ديالكم اللي تكون كتسد مزيان، واحتفظوا بها هكا غير في البلاكار ديال الكوزينه. هنايا انا خديت واحد البيرلي مسوس، يعني اي وقت بغيتو ولا هذا وكديروا من الفوق منه كيجي رائع جدا. الوليدات كندير لهم داك بيرلي اللي كيكون هكا بالسكر، او الا درت لهم بيرلي مسوس كندير لهم واحد شويه سيغو ديغابل من الفوق. هذا تحطوه في الفطور في الكوتي، الا جا عندكم شي حد هكا تحطوه في الفطور، زوين هكا حتى المنظر ديالو كيف بحال دي فيغين. نتمنى تكون الوصفه عجباتكم، ما تنساونيش من تعاليقكم ولايكاتكم. شكرا بزاف على الوفاء ديالكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله.